استاديو لا تينينتي في راكانغوا في بطولة العالم. مشاهدينا الكرام، سبق للمنتخبين أن تواجه في مونديال المدرب محمد وابي. الاعتماد على علي معمر اليوم في الجبهة اليمنى السبب في المباراة الوحيدة التي جمعت بين المنتخبين في بطولة العالم. يلعب هذه الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء على الطائرة، التسديدة ولكنها بعيدة. يفضل العودة لياسين خليفي داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء. التسديدة الأولى والكرة الأولى من ياسير السابري بعد تحضير مثالي في منتهى الروعة. هكذا جاءت اللمسة وهكذا جاءت التمرير البيني عن طريق ياسين خليفي. المتابعة الأجمل ياسير السابري كاد يفعلها، واصلة ناحية لاعب عثمان ممتاز. عثمان العرضية بعد ذلك، ولكن فيها تغطية ومهاراتك وكذلك عملك نعم يسمح لك بتحدي كبار. مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء الراسية، ولكنها مرت بالسلام عن مرمى يانيس بن شاوش. كان برافو أمامنا على الصورة، الوحيد بالمناسبة الذي يتواجد خارج إسبانيا حاليا ومع نادي أودينيزي في إيطاليا. كما ذكرت البقية معظمهم من باعوف. مجددا إسماعيل باعوف يعيد لي بختي بعد حتى الجزاء خطيرة على الخط يأتي من قاد هذه الكرة الأبرز والأخطر منذ بداية المباراة على الخط تماما. الكرة كانت دائبة للشباك، لكن التصدي ممتاز من فؤاد الزواني. فؤاد ينقذ الموقف. هذه الإعادة مرة أخرى لا وجود لوضعية تسلل. التسديدة بعد ذلك فؤاد، إضافة إلى ممثل الكونكاكاف المنتخب المكسيك رقم 1 لكن في تفوق عددي في وسط الميدان. عملية المرور عثمان معما يستلم الكرة بأن هذه البطولة هي مناسبة لعثمان معما لتحدي لفران غونزاليز. خطأ هنا، فرصة الآن، كرة الجول ذيك الكرة الآن 1 ضد 1. عثمان عبر، ولكن في باو نافارو والركنية الأولى إذا للمنتخب المغربي. لاحظوا بأن شباب المغرب منتخب المغرب يأتي المركز الثاني في مناسبتين 85 و2003 ومركز رابع. معمر سعد، يلا يا سعد ياسير الزبيري. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ جملة تكتيكية من أروع ما يكون، لمحات وصور رائعة جدا يقدم المنتخب المغربي في أبهى صورة وفي أداء جماعي مميز. كرة على الجهة اليسرى، كريستيان بيريا بلو دياس، طريق ياسر يؤيى الكرة على جهتها اليمنى. هذه هجمة قد تكون في مصلحة المنتخب. لا زالت مغربية. سعد الحداد، اضرب يا سعد، سدد يا سعد يا الحداد، يتحصل على ركنية. نعم هنا كما جاءت سعد الحداد بعد الكرة الأولى. ياسر الزبيري هنا التغطية الدفاعية من كوينكا. سعد الحداد في متابعته بهذه التسديدة غير مسارها المدافع لأن الكرة كانت داد. يرفع الكرة مرة عالية للجميع، إلى ضربة مرمى. حاول فيها اسماعيل باعوف. ثنائي رائع صراحة في الجهة اليسرى. لدينا الجناح عثمان معما ولدينا الظهير خلفه بسرعة دافيد ميا. برافو فؤاد الزواني. هنا الخطأ سير الزبيري. ياسر يؤيى الكرة في اتجاه عثمان معما. اضغط يا عثمان يصعد لاعب دياس العرضية الراسية بعد ذلك ولكن مرت عالية. ريان بالعيد صاحب الراسية لاعب نادي أتلتيكو مدريد. هذه الإعادة مرة أخرى. الصعود الأول لدياس، العرضية الأولى لدياس وبالعيد بالراس، لكن تمر عالية على مرمى الحارس يانيس بن شاوش. لو حسبنا عدد الفرص في هذه فؤاد الزواني راوغ، هي جول ضاعت يا فؤاد يا الزواني، ولكن سبقتها وضعية تسلل لأن الحكم رفع الراية. هذه الإعادة مرة أخرى. نعم فيها تسلل على الدخول في غمار المنافسات من أجل المنافسة على المراكز الأمامية أندريس نافارو مع كوينكا ناحية لاعب. زالت ميا يمرر كرة لكن مرت عالية. كاناليس هو من سدد، ميا هو من مرر. هذه الإعادة مرة أخرى. كرة الماضية ما أخطرها
الكرة الماضية ما أصعبها 100 في التحضير. كاناليس كما جات. هل هناك خطأ؟ حكم يقول لا، كرة إسبانية. في خطأ هنا، مطلوب الزيادة. برافو برافو برافو، لم تذهب بعيدا. برافو إيكر في كرة نعم كانت في منتهى الخطورة على مرمى يانيس بن شاوش. هذه الإعادة من زاوية أخرى، هنا رفع على الجدار بشكل ممتاز. لمسة تمرير الكرة من جديد ناحية لاعب بيريا. في البطولات اللي قدم المنتخب المغربي، دورة الألعاب الأولمبية، عند فيرجيليا اللاعب البديل عثمان معمى يراوغ بشكل ممتاز ثم يتقدم بعد، ولكن يهمنا أيضا التنويع واللعب كذلك على الجهة اليمنى. على الجهة اليمنى العرضية، يانيس بن الشاوش يتصدى للكرة الأولى الإسبانية، الفرصة الأولى لإسبانيا مع بداية هذا الشوط. الكرة تخرج إلى التماس. امشي الزبيري جول ياسر الزبيري، طريقك سالك نحو المرمى. ياسر الزبيري يمنح الأفضلية في المباراة وفي لحظة الانطلاق في هذه البطولة العالمية. ياسر الزبيري يرسل مرة معمى، عبر معمى العرضية، جول. الفرحة المغربية الثانية، الضربة الثانية. هكذا يتقدمون، هكذا يسجلون بالعطاء وبالسخاء وبالأداء والفنيات، هكذا نعم يفرضون. استهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مشواره في نهائيات كأس العالم المقامة بدولة الشيلي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على نظيره الإسباني بهدفين دون رد. في المباراة التي جرت مساء الأحد على أرضية الملعب الوطني خوليو مارتينيز بارادانوس ضواحي العاصمة سانتياغو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، دخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة، حيث كان أشبال الأطلس الطرف الأكثر خطورة منذ الدقائق الأولى. ففي الدقيقة السادسة كاد ياسر زابيري أن يفتتح التسجيل بعدما تلقى تمريرة خلف الدفاع الإسباني، لكن كرته مرت بمحاذاة القائم، ورد المنتخب الإسباني بمحاولات متفرقة أبرزها رأسيات برافو وتسديدة أبعدها الزهواني من على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. مع بداية الشوط الثاني ترجم المنتخب المغربي أفضليته إلى أهداف، ففي الدقيقة 54 تمكن زبيري من كسر التعادل بعدما انسل بين الدفاع الإسباني وسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس غونزاليس، وبعد 4 دقائق فقط عاد عثمان معمر هجمة مرتدة سريعة من الجهة اليمنى، مرر على إثرها كرة متقنة لياسين جسيم الذي ضاعف النتيجة في الدقيقة 58. حاول الإسبان العودة في النتيجة عبر ضغط متواصل، وأتيحت لهم فرصة لتقليص الفارق بركلة جزاء أعلنها الحكم في الدقيقة 78، لكن العودة إلى تقنية الفيديو أثبتت تحايل اللاعب فيرجي ليلغى القرار. وحتى في الأنفاس الأخيرة سجل المنتخب الإسباني هدفا ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة الفار. قدم المنتخب المغربي عرضا فنيا رائعا جمع بين الانضباط التكتيكي والجماعية والمهارات الفردية، حيث أظهر اللاعبون ثقة كبيرة أمام خصم قوي يضم عناصر من مدرسة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد. كما برز الحارس بن شاوش بتدخلات حاسمة منحت الفريق الاستقرار في الخط الخلفي. بهذا الفوز حصد المنتخب المغربي أول 3 نقاط ثمينة وضعته في صدارة مؤقتة لما يسمى مجموعة الموت، التي تضم أيضا منتخبي البرازيل والمكسيك إلى جانب إسبانيا. وسيخوض أشبال الأطلس مباراتهم الثانية أمام المنتخب البرازيلي يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجهوا المكسيك الأحد الموالي. انتصار المغرب على إسبانيا لم يكن مجرد 3 نقاط، بل رسالة قوية مفادها أن الكرة المغربية الشابة قادرة على مقارعة كبار المنتخبات العالمية، وأن طموحات أشبال الأطلس في مونديال الشيلي 2025 لا تقف عند حدود المشاركة، بل تتطلع إلى كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الوطنية.